هل انت او انتي عندكم بورتفوليو؟ طب تعرفوا يعني ايه اصلا بورتفوليو وايه اهميته الايام دي؟ طب هو مهم بس لو انا يو اي يو اكس ديزاينر ولا مهم برضو الوظائف تانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. البورتفوليو كلمة يمكن سمعناها كتير، لكن ممكن كتير منكم ما يكونوش عارفين معناها ايه وليه المفروض يكون عندي بورتفوليو اصلا. ملحوظة كده في البداية، الفيديو ده مش لليو اي يو اكس ديزاينرز بس، ايا يكن شغلك فكمل معايا الفيديو وشوف اذا كنت هتستفاد فعلا من البورتفوليو ولا لا. تعالوا في البداية كده نقسم الموضوع ونتناقش فيه واحدة واحدة. اولا كده احنا كلنا عارفين السي في او الريزومي اللي بتكون بالشكل ده او الشكل ده او ده، هي ليها قوالب كتير جدا مختلفة واشكال كتير. وطبعا زي ما احنا عارفين الريزومي او السي في دول بيتعرض فيهم شوية معلومات كده زي الاسم والعنوان، وممكن ملخص بسيط عنك، وبعد كده ممكن معلومات عن الاديوكيشن الاكسبيرينس والتريننج وغيرها من المعلومات اللي بتوضح مستواك وخبرتك وهكذا. طب ايه بقى الفرق بينها وبين البورتفوليو؟ وليه اصلا البورتفوليو بقى مهم كده ويمكن اهم من السي في الايام دي؟ اولا كده البورتفوليو برضو بيشارك معلومات عنك بس مش بشكل نظري، يعني اقصد مش بمجرد كلام بس، لا ده انت كمان بتشارك شغلك بشكل صور، وبالتالي بتعرف الناس على خبرتك بشكل افضل مش بس مجرد كلام. خصوصا بقى في الاشغال اللي زي اليو اي يو اكس ديزاينرز، الجرافيك ديزاينرز، البروجرامرز، الفوتوغرافرز، الفيديو اديتورز، واشغال كتير زي دي بيكون البورتفوليو احسن من السي في. طبعا لغايه دلوقتي في شركات بتطلب سي في، وفي شركات دلوقتي بقت تستغنى عن السي في وتطلب بس بورتفوليو. وطبعا بالنسبه كمان لو انت بتشتغل مثلا كفريلانسر، فلما حد بيطلب منك شغل انت مش محتاج توريه مثلا السي في بتاعك، او المعظم مش بيطلبوا منك اصلا انك مثلا حد طالب منك شغل فبيقول لك وريني السي في، هو بيقول لك وريني الشغل بتاعك، انا عايزه اشوف ايه الشغل اللي انت عامله او ايه الشغل اللي انت عاملاه. فبالتالي انتوا مش محتاجين السي في قوي في المرحله دي، ممكن تعملوا السي في ويكون جاهز عندكم لما تيجوا مثلا تقدموا على شركه، او لو حد طلبه منكم لاي سبب من الاسباب فبتقدموا السي في ده. انما البورتفوليو لازم يكونوا عندكم لو انتوا مثلا بتشتغلوا اي شغلانه من اللي انا قلتها، او لو انتوا بقى شايفين ان الشغلانه بتاعتكم تنفع او مهم فيها البورتفوليو. فهنا زي ما احنا اتكلمنا كده، لما حد بيطلب منكم شغل انتوا محتاجين توروه الشغل اللي انتوا عملتوه. انا كيو اي يو اكس ديزاينر مثلا بقدم للي قدامي الشغل اللي انا عملته، التطبيق كذا والموقع كذا وصفحه هبوط كذا وايا يكن يعني، فانا بوريه الشغل اللي انا صممته ده سواء يو اي بس او يو اي ويو اكس. طيب تعالوا بقى ننتقل لنقطه تانية، وهي ايه المفروض يكون في البورتفوليو. اول حاجه كده في 3 نقط مهمه محتاجين نركز عليهم في البدايه، وهما البيرسوناليتي والبروجكتس والبرزنتيشن. طيب اول حاجه البيرسوناليتي. بالنسبه للبيرسوناليتي فدي معناها ايه؟ هي معناها بكل سهوله كده ان انا محتاجه اظهر نفسي من خلال الديزاين بتاعي، مش بس مجرد ان انا احط شويه معلومات عن نفسي زي مثلا اسمي ومثلا انا درست ايه او بعمل ايه او ايا يكن من الكلام ده كله. انا محتاجه اظهر كمان الديزاين بتاعي. يمكن النقطه دي مهمه اكتر في اللي شغالين يو اي يو اكس ديزاينرز، لان انتوا اللي هتصمموا البورتفوليو ده لنفسكم، فطبعا بتظهروا فيه بقى الديزاين بتاعكم بالطريقه اللي انتوا حابينها او بالطريقه اللي انتوا شايفين ان هي مناسبه ليكم. زي مثلا الديزاين بالالوان كذا، هنختار الستايل معين بلون فاتح او بلون غامق، او بقى ميكس الالوان اللي احنا هندخله مع بعضه. طيب مثلا الخطوط اللي انا هستخدمها، هستخدم الخط اللي هو النوع كذا، وحجم الخط، وكل الحاجات دي انا محتاج ان انا اظهرها. كل الايقونات اللي هستخدمها، العناصر بقى اللي هحطها في التصميم بتاعي محطوطه ازاي وبأنهي شكل، وليه اخترت الاشكال دي اصلا، وكل الحاجات دي. فدي انا محتاجه ان انا اظهرها في الديزاين بتاعي بالشكل اللي يناسبني اكتر، لاني طبعا معظم المشاريع اللي انتوا هتشاركوها فالمشاريع دي بتبقى مثلا ساعات بيكون متحدد الستايل بتاعها والكلام ده كله، فانتوا بتظهروا بقى الحاجات الخاصه بيكم انتوا من خلال الديزاين بتاعكم. طيب هل الديزاين لازم يكون بقى بتاع البورتفوليو اللي هو اجمد حاجه؟ مش لازم ان احنا ندخل فيه حاجات معقده خالص، ممكن يبقى ديزاين سيمبل جدا ومفيهوش حاجات كتيره خالص، لكن الديزاين شكله كويس، معمول بطريقه كويسه، الالوان اللي مستخدمينه فيها ماشيه مع بعض وشكلها كويس وكل الحاجات دي، والخطوط كمان اللي بنستخدمها. طبعا معلومه مهمه جدا جدا ونصيحه مني ان انتوا ما تستخدموش خطوط ما تبقاش واضحه، زي مثلا الخطوط اللي قدامكم على الشاشه دي اللي هي بتكون داخله في بعضها بالشكل ده. هي الخطوط يمكن مثلا شكلها حلو كده وكل حاجه، لكن ما بتبقاش كويسه في الديزاين. احسن حاجه في الديزاين بتاعنا، مش بس الديزاين بتاع البورتفوليو، اي ديزاين تعملوه محتاجين انتوا تستخدموا خطوط تكون واضحه واي حد يعرف يقراها، ما تكونش معقده. لو متابعيني على الانستجرام فانا كنت منزله من فتره كده شويه خطوط ممكن انتوا تستخدموهم، وهما من افضل الخطوط اللي ممكن تستخدموهم خطوط واضحه. لو بقى مش متابعيني على الانستجرام فهتلاقوا اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف، فروحوا تابعوني هناك، بشارك برضو معاكم حاجات هناك على الانستجرام. وده كده كان بالنسبه لاول نقطه. بالنسبه بقى لتاني نقطه اللي هي المشاريع بتاعتنا. بالنسبه للمشاريع فاحنا هنا مش مهم خالص الكميه، احنا هنا مش بنعتمد ان احنا ندخل مثلا 20 مشروع ولا 10 مشاريع، احنا مش معتمدين على ده خالص، احنا معتمدين على الجوده اكتر. يعني مثلا انا عندي 15 مشروع مثلا،
لكن في منهم 4 احسن حاجه، فهم دول اللي احنا عايزينهم. سواء ال4 دول كانوا يو اي بس لو انتوا طبعا يو اي ديزاينر، انما لو انتوا مثلا يو اي يو اكس ديزاينرز فانتوا محتاجين توضحوا مثلا تخلوا 2 يو اي بس و2 تانيين يو اكس. ولو انتوا برضو مثلا جرافيك ديزاينرز محتاجين توروا من شغلكم كل اللي انتوا هتحكوا عن نفسكم وتقولوا مثلا انا مثلا اعرف HTML و CSS، هتبتدوا ان انتوا توضحوا شغل ليكوا في ال HTML وال CSS. لو انتوا يو اي هتوضحوا في اليو اي، لو انتوا وهكذا. يعني تحاولوا بقدر الامكان اللي انتوا قايلين ان انتوا بتعرفوا تعملوه توضحوا ده في الشغل بتاعكم لما يخشوا على المشاريع بتاعتكم يشوفوا فعلا الحاجات دي. طيب نحط قد ايه مشاريع مثلا؟ يعني حاولوا ان انتوا تحطوا 3-4 مشاريع مثلا، خلوهم 6 مشاريع، ما تكتروش عن كده. يعني بلاش تحطوا اكتر من كده، خلوا بس اهم مشاريع عندكم هي اللي محطوطه وموضحين فيها كل حاجه بشكل كويس. طيب ثالث نقطه بقى هي البرزنتيشن بتاعنا او الطريقه اللي احنا عارضين بيها سواء الموقع بتاعنا نفسه او المشاريع من جوه. يعني نكون حاطين كل حاجه بشكل منظم والموضوع كله ماشي بشكل سهل كده. يعني الواحد ما يدخلش مثلا على مشروع معين من المشاريع اللي انتوا عارضينها فيحس ان هو تايه جوه، انا مش عارف انا ماشي في انهي خطوه او انا رايح فين، او في زحمه كتير في منطقه واحده فانا مش شايف مثلا انا رايح فين وجاي منين. لا، كل حاجه تبقى سهله والمعلومات كلها واضحه. ودول كده كانوا من اهم 3 نقط محتاجين ان احنا ناخد بالنا منهم من بدايه خالص كده قبل ما نبتدي المشروع بتاعنا. تعالوا نكمل. نيجي بقى هنا للنافيجيشن. اهم حاجه في البورتفوليو بتاعنا برضو النافيجيشن بتاعه يكون سهل. يعني اتنقل ما بين صفحه لصفحه تانية لازم يكون الموضوع سهل جدا بالنسبه للي داخلين على البورتفوليو ده. انا دلوقتي داخله صفحه جديده او موقع جديد انا معرفش عنه اي حاجه، اول مره استخدمه، وداخله اشوف الشغل بتاع الشخص ده. فتخيلوا مثلا ان انتوا يو اي يو اكس ديزاينرز ومقدمين على وظيفه معينه وهم دلوقتي داخلين البورتفوليو بتاعكم. فيعني هم قبل ما يشوفوا اصلا المشاريع اللي انتوا عاملينها هم دلوقتي ده مشروع ليهم اللي هو البورتفوليو بتاعكم. فانتوا محتاجين برضو في البورتفوليو ان هو يكون زيه زي اي مشروع انتوا اشتغلتوا عليه قبل كده. النافيجيشن بتاعه سهل، التصفح بتاعه مفيهوش اي مشكله، هتنقل من الصفحه دي للصفحه دي بكل سهوله، وانا عارفه وانا بضغط على الزرار ده انا رايحه فين. انا مش هخمن، يعني انا مثلا ضغطت على الزرار بتاع كذا انا رايحه للمنطقه دي وانا عارفه ان انا رايحه كده. انا مش هجرب كل واحده عشان اعرف انا رايحه فين. فدي نقطه كمان مهمه جدا نخلي بالنا منها. طيب واحنا بقى بنتصفح كده تعالوا نرجع مره تانية ونروح عند المشاريع. احنا اتكلمنا عن المشاريع في البدايه لكن قلنا عليها بشكل سريع، فتعالوا نرجع تاني كده ونزود شويه معلومات عنها. اول حاجه ازاي ان احنا بقى رحنا عند المشاريع، ضغطنا على المشروع اي مشروع منهم، دخلنا جوه المشروع. ازاي بقى اظهر للي داخل يشوف المشروع بتاعي ده، ازاي اظهره بشكل كويس وان الخطوات تكون فعلا واضحه وكويسه وكل الكلام ده. اول حاجه احنا نفترض ان احنا يو اي يو اكس ديزاينرز، ولو انتوا شغالين اي شغلانه تانية فانتوا هتمشوها على نفسكم برضو. طيب انا كيو اي يو اكس ديزاينر انا دلوقتي عملت تصميم معين لتطبيق مثلا، فكان في مشكله في البدايه انا محتاجه ان انا اظهرها. انا ليه اصلا عملت المشروع ده، ايه هي المشكله اللي كانت موجوده، تمام، او ايه هي الاهداف بتاعتي اصلا من المشروع ده، بعد كده ايه الخطوات اللي انا خدتها. ففي البدايه خالص انا هحط زي انترو زي ما قلنا. الانترو ده مش هقعد اتكلم فيه كلام كتير على الفاضي، 2-3 بس احنا مش هنكتر. هيكون مكتوب فيهم ايه بقى في البدايه خالص زي ما قلنا، يكون مكتوب فيهم الاهداف بتاعتي او ايه المشكله اللي انا اصلا عملت المشروع ده عشان احلها. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هنزل بقى في الخطوات بتاعتي. الخطوات دي بتكلم عنها بطريقتين، الطريقة الأولى هي بالكلام عادي، والطريقة التانية إن جنب الكلام ده يكون ظاهر الشغل اللي أنا اشتغلته، يعني مثلا شاشة التطبيق ده أو شاشة التطبيق ده وهكذا. فبيبقى في كده ميكس بين الاتنين، بين الشغل صور وفي نفس الوقت كلام مكتوب. ولو طبعا المشروع بتاعكم ده اتبرمج فطبعا اكيد هتبقى حاجه ممتازه جدا لو انتوا حطيتوا اللينك بتاع المشروع بتاعكم ده بحيث ان هم يخشوا سواء كان تطبيق او موقع ويشوفوا الموضوع ده على الحقيقه. طيب لو انا مثلا عملت الديزاين وما اتبرمجش ولا اي حاجه، خلاص دي مش مشكلتكم خالص، بس بتحطوا الشغل اللي انتوا عملتوه بطريقه كويسه زي ما قلنا وخلاص. طيب بعد ما حطيت المشكله وحطيت كمان الخطوات بقى بتاعتي، هنزل بقى تحت خالص كده بعد الخطوات وهنزل بالحل اللي انا عملته، ايه هي الحلول اللي انا عملتها، وازاي برضو طلعت التطبيق الشاشة دي مثلا حلت مشكلة كذا والشاشة دي حلت مشكلة كذا وهكذا. بس كده هو ده اللي انتم محتاجين تعرفوه في الصفحة بتاعت المشاريع. طبعا هي ممكن تكون لسه مش واضحة بالنسبة لكم بنسبة 100%، هي محتاجة شوية تفاصيل اكتر، لكن خلينا نقول ان احنا نشرحها بشكل افضل في فيديو تاني بحيث ان احنا بقى نتكلم عنها بشكل تفصيلي اكتر عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل قوي. فاحنا اتكلمنا عنها كده بشكل سريع واتمنى ان هي تكون واضحة بالنسبة لكم بنسبة كبيرة. طيب احنا كده تقريبا اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي موجودة في البورتفوليو. اتكلمنا ان احنا بنعرف عن نفسنا، بيبقى فيه زي تعريف كده بسيط عن نفسنا، وكمان اتكلمنا ان احنا بنحط المشاريع بتاعتنا وازاي ان احنا نحطها بطريقة كويسة. طيب تعالوا نروح لنقطة مهمة تانية وهي معلومات التواصل بتاعتنا. لازم في البورتفوليو بتاعكم يكون فيه معلومات تواصل زي مثلا رقم التليفون لو انتوا حابين مثلا
تكونوا حاطين اللينكد ان بتاعكم، تكونوا كمان حاطين بقى لو عندكم لينك البيهانس مثلا. طبعا بيهانس لو ما تعرفوش ايه هو، فبيهانس ده زي ما انتم شايفين كده، ده بيكون عباره عن موقع. الموقع ده بتشاركوا فيه اعمالكم، طبعا موجود اعمال من كل الاشكال والالوان، هتلاقوا اعمال كتير جدا مختلفه خاصه بالديزاين اللي هو الجرافيك مثلا ديزاين، يو اي يو اكس ديزاين، وكل الاعمال التانية موجود كتير جدا. فبيهانس ده برضو بيعتبر حاجه كده زي البورتفوليو، يعني بتشاركوا عليه اعمال، لكن مش بتكون بس الاعمال اللي هي التوب قوي، انتوا بتشاركوا كل الاعمال اللي انتوا بتعملوها ما دام هي اعمال كويسه. ممكن يكون عندكم على بيهانس ده بتاع 30 40 50 مشروع، مفيش اي مشكله مهما زادت. فطبعا لو عندكم بيهانس بتحطوا اللينك بتاعه كمان في البورتفوليو، فلو الشخص ده حابب ان هو يشوف اعمال اكتر ليك فبيخش على البيهانس ويشوف. طبعا غير البيهانس في دريبل زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، ده حاجة تانية تقدروا ان انتوا برضو تشاركوا عليها اعمالكم، فشوفوا اللي انتوا عايزينه. وبكده تقريبا انتوا عرفتوا كل حاجة عن البورتفوليو، عرفنا كل الاجزاء بتاعته. وخليني كمان اقول لكم على حاجة سريعة كده، وهي ان البورتفوليو بتاعكم ده بيكون حاجة كده زي الانطباع الاول للشخص اللي قدامكم. يعني لما انتوا بتدوا سواء شركة او شخص مثلا طالب الاعمال بتاعتكم بتدوا له البورتفوليو، فهو ده اول حاجة خلاص بيعرفها عن شغلك، اول انطباع بياخده عن الشغل بتاعك، بيشوف ايه اللي انت انجزته، ايه اللي انت عملته، ومين انت، وكل الحاجات دي. فده طبعا بيكون حاجة مهمة جدا جدا جدا، وطبعا لازم انتوا تعملوه. طيب نعمله بقى بنفسنا ولا نستخدم حاجات جاهزة نشتغل عليها؟ دي حاجة في ايديكم انتوا، تقدروا ان انتوا تعملوه بنفسكم وتخلوا حد يبرمجه لو انتوا مش متخصصين في البرمجة. وفي مواقع تانية كتير جدا هشاركها معاكم ان شاء الله قريب، تقدروا ان انتوا تعملوا عليها بورتفوليوز جاهزة. طبعا مش بتكون ببلاش، محتاجين ان انتوا تدفعوا لها اكيد، فكل واحد واللي شايفه افضل ليه. لكن لو بتسألوني انا مثلا ايه الاحسن، لو انتوا يو اي يو اكس ديزاينرز فالاحسن ان انتوا تصمموها بنفسكم. زي ما قلت لكم انتوا لو بتقدموا مثلا على شركه او بتدوا لاي حد الشغل بتاعكم، فهو ده الانطباع الاول. خلاص انا بخش على البورتفوليو، انت كيو اي يو اكس ديزاينر، فده الديزاين بتاعك، ده الموقع بتاعك، فالمفروض ان هو هيكون بيعكس الشغل بتاعك، انت اللي عامل الشغل ده. فلو انتوا يو اي يو اكس ديزاينرز الافضل ان انتوا تعملوه بنفسكم، وطبعا الخيار ليكم. اخر حاجه بقى خليكم عارفين ان البورتفوليو ده مش حاجه هتعملوها مره واحده وتسيبوها خلاص، لا البورتفوليو ده بيحتاج منكم دايما تطوير. يعني مثلا اعتبروها كده زي لعبه بتلعبوها، كل ما تخلصوا الليفل طبعا بتطلعوا للليفل اللي بعده وهكذا، وبتبتدوا تطوروا نفسكم في اللعبه دي. فبالتالي البورتفوليو بتاعكم نفس الحاجه، هو محتاج تطوير منكم كل ما انتوا بتتطوروا. يعني مثلا كل ما تنجزوا مشروع وتحسوا انه لا ده احسن من اللي انا كنت حاطه في البورتفوليو، فبنبدا ان احنا نغير البورتفوليو بتاعنا ونشيل المشروع ده ونحط المشروع الاحسن اللي انا عملته. دي طبعا حركه لازم تاخدوا بالكم منها وتعملوها كل فتره، كل ما تلاقوا نفسكم فعلا طورتوا مهاره جديده عندكم. بس كده تقريبا شاركت معاكم كل المعلومات اللي انتوا ممكن تحتاجوها في البدايه عن البورتفوليو. طبعا لو عندكم اي سؤال ليه علاقه بالبورتفوليو او ليه علاقه باليو اي يو اكس ديزاين عامه، فاكيد ممكن تسالوني في الكومنتات، او كمان تتابعوني على الانستجرام مثلا وتسالوني هناك. ولو عجبكم بقى الفيديو لغايه هنا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتكتبوا لي ايه رايكم في الفيديو، ولو محتاجين فيديوهات معينه مثلا ان انا اشاركها معاكم الفتره الجايه اكيد اكتبوا لي برده في الكومنتات، وشاركوا الفيديو مع صحابكم. ولو كملتوا بقى الفيديو لغايه هنا فتعالوا نعمل بقى حاجه زياده كده شويه، وهو ان احنا نفتح شويه بورتفوليوز ونشوف هي معموله ازاي، وهل هي فعلا لازم تبقى معقده قوي ولا ممكن تكون بورتفوليوز متصممه بشكل بسيط لكن في نفس الوقت شكلها كويس وسهل ان احنا نتصفحها وكل الكلام ده. فتعالوا نشوف. طبعا هنلاقي اشكال كتير جدا من البورتفوليوز زي ما قلنا، وكل واحد هيكون عاملها بطريقه مختلفه، فانتوا مش مطلوب منكم ابدا ان انتوا تقلدوا اي حاجه بالشكل اللي هو موجود هو بالظبط، بس ممكن ان انتوا تبحثوا وتشوفوا بورتفوليوز كتيره، مش لازم لليو اي يو اكس ديزاينرز بس لو انتوا يو اي يو اكس ديزاينرز يعني، لكن ممكن تشوفوا بورتفوليوز لناس مختلفه كتير وتبداوا تاخدوا منها افكار، لكن بلاش نقلد بالظبط، ممكن ناخد بس فكره ونبتدي ان احنا نصمم التصميم الخاص بينا. وزي ما هنشوف دلوقتي هنلاقي كل بورتفوليو معمول بشكل مختلف تماما. اول بورتفوليو ده مثلا ده بورتفوليو خاص بفوتوغرافر، فهنلاقي هنا بس مكتوب الاسم بتاعه، وهنا النافيجيشن بار موجود زي ما انتم شايفين كده في البدايه بشكل واضح وسهل جدا ان احنا نتنقل ما بين الصفحات بتاعته. بعد كده حاطط على طول هنا شويه صور من التصوير بتاعه زي ما انتم شايفين كده، نقدر ان احنا نشوفها ونقدر ان احنا نخش على اعماله طبعا لو احنا عايزين نشوف اكتر من كده. تعالوا نخش على بورتفوليو تاني زي ده بتاع ديزاينر، زي ما انتم شايفين كده نلاقيه معمول بطريقه تانية خالص، مكتوب هنا شويه معلومات برضو عنه، بعد كده بعض الاماكن اللي هو مبسوط او محظوظ ان هو اشتغل فيها، لينكد دريبل، لينكد ان، وهكذا. نشوف حاجه ثالثه زي ده ديزاينر وديفلوبر برضو زي ما انتم شايفين كده، معمول زي ما انتم شايفين كده بطريقه ثالثه خالص. ولو رحنا البورتفوليو تاني هتلاقوه برضو معمول بالشكل ده بطريقه ثالثه خالص زي ما انتم شايفين كده. وده بورتفوليو معمول بشكل خامس خالص ولا شكل سادس خالص، حاجه تانية مختلفه خالص، مكتوب الاسم هنا، مكتوب الاباوت والدريبل وانستجرام وتويتر،
ده النافيجيشن بار بتاعه. هنا موجود طبعا الاعمال اللي هو عاملها زي ما انتم شايفين كده. فطبعا كل بورتفوليو من دول هتلاقوهم مختلفين تماما عن بعضهم، فمش لازم ان احنا نقلد زي ما قلنا، احنا بس بناخد فكره. كل ما تتفرجوا على بورتفوليوز اكتر طبعا كل ما تاخدوا فكره اكتر وتشوفوا تصميمات مختلفه. مش كل البورتفوليوز اللي انتوا هتشوفوها هتكون معموله بشكل صح بنسبه 100%، فلازم ان انتوا طبعا تكونوا عارفين زي ما قلنا ايه الحاجات اللي نتجنبها وايه الحاجات الافضل ان احنا نستخدمها وهكذا. وبس كده تقريبا احنا كده شفنا بشكل سريع ايه هي البورتفوليوز وايه اللي بيبقى موجود فيها. طبعا لو احتجتوا اي مساعده في اي حاجه جوه التصميم وانتوا بتعملوا البورتفوليو بتاعكم، او معلومه محتاجين ان انتوا تستفسروا عنها، او حتى مساعده في التصميم ذات نفسه، فاكيد ما تترددوش في ده وابعتولي على الانستجرام، هساعدكم بشكل سريع باذن الله. كمان انا بفكر قريب جدا نعمل زي جروبس كده مع بعض، نبدا ان احنا نعمل فيها ديزاينز على فيجما سوا، نبقى اكتر من حد ان شاء الله في الجروب، ونبدا ان احنا نتفق على تطبيق معين او مثلا موقع معين، ونبدا ان احنا نشتغل فيه مع بعض، بحيث ان احنا هنا تاخد اكتر على التصميم، وفي نفس الوقت نعرف ايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها وايه الحاجات اللي الافضل ان احنا نتجنبها وهكذا. فلو حابين ان انتوا تشتركوا في حاجه زي كده طبعا ما تنسوش ان انتوا تكونوا عاملين فولو على الانستجرام وتتابعوني هناك لغايه ما ننزل ان شاء الله عن الموضوع ده. ولو فعلا الفكره دي عجبتكم وشايفين ان هي هتساعدكم فاكتبوا لي ده في الكومنتات، وباذن الله نعملها في اقرب وقت. وبس كده احنا كده خلصنا الفيديو. لو تابعتوا الفيديو لغايه دلوقتي فشكرا جدا جدا ليكم، واتمنى ان هو يكون فاتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وكمان تعملوا لي كومنتات اذا كان الفيديو عجبكم ولا لا، وتقولوا لي رايكم فعلا في الفكره اللي هي بتاعه الجروبز اللي احنا هنعملها. ولو لسه مش مشتركين في القناه فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتروحوا تعملوا فولو على الانستجرام لو لسه مش عاملين فولو هناك. وبس كده استمروا في الابداع، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.